اكبر مشكل تقدر تواجهه في العلاقات ديالك هو انك تنجذب لنفس النوع ديال الناس وتعاود نفس النوع ديال العلاقات اللي كيكونوا توكسيك وسامين لدرجه انهم كياخذوا منك بزاف ديال الحوايج، وقت وطاقه وصحه نفسيه. اليس ميلر في الكتاب ديالها لا كونيسونس انترديت كتشرح بلي ان الانسان غالبا ما كيميل للمتعه وكيتجنب الالم. حتى الشخص المازوخي اللي كيألم الذات ديالو باش يستمتع، حتى هو كيخلق واحد الالم جديد باش يقدر ينسى الالم ديال الماضي. ولكن مادام ان الانسان غالبا كيميل للمتعه وكيتجنب الالم، علاش كنبقاو ناديو الذات ديالنا وكنعاودوا علاقات اللي كتكون سامه؟ صدمات الطفوله كتلعب واحد الدور اساسي في تشكيل الاضطرابات النفسيه، بيناتها التعلق المرضي واعاده العلاقات. واحد الدراسه اللي نشرها ويب روجر في مجله لانسيت للصحه العامه كيهضر فيها على تاثير التجارب الصادمه في تشكيل العنف وايذاء الذات والسلوكات الاجراميه. ويب روجر غادي يطالع على السجل الوطني الدنماركي الناس اللي دخلوا للمستشفى قبل من 15 سنه بسبب التعرض للعنف ولا بسبب تعرض احد الاقارب ديالهم للعنف، وغادي يقوم بالاحصاء ديال معدلات العنف عندهم وايذاء الذات حتى ل 35 سنه. والنتيجه كانت صادمه لدرجه ان كل واحد من 4 ديال الاشخاص دخل المستشفى في الطفوله ديالو بسبب انه تعرض للعنف ولا شاف احد الاقارب ديالو كيتعرض للعنف ولا كيأذي الذات ديالو. غادي يدخل بتهمه العنف في المرحله ديال المراهقه. وكل فتاة من 4 ديال الفتيات تعرضوا للعنف ولا شافوا احد الاقارب ديالهم كيتعرضوا للعنف ولا كيأذيو الذات ديالو، غادي يدخلوا للمستشفى في مرحله المراهقه بسبب ايذاء الذات. I don't understand what you were thinking. Yo, Mario, what's up? Oh my God! No! No. Stop it! Tell me exactly what happened. Stop it! Are we talking to you, quiet? Nothing. Hurry up! Nothing. Doesn't look like nothing. فرويد في الكتاب ديالو ما بعد مبدا اللذه كيشرح واحد لا نوسيون اللي مهمه بزاف واللي هي لا كومبولسيون ريبيتيتيف او الاكراه التكراري. ان الفرد ملزم انه يكرر الصدمات اللي ما تمش الحل ديالها. مثلا الطفل اللي كانت كتخلي عليه الام ديالو في الطفوله، حتى في العلاقات ديالو غادي يعيش هذا التخلي هذا. كتلقى مثلا شي شخص كيقول لك انا اي واحد تلاقيت معاه كيمشي وكيخليني، ولكن فاش كنرجعوا نشوفوا كنلقاو بلي انه كيضغط على داك الشخص، كيبقى راد ليه البال، كيقلب ليه التليفون، كيضغط عليه لدرجه ديال انه كيمشي وكيخليه. فرويد كيعطي واحد المثال اللي اساسي بزاف ديال واحد الطفل اللي كان متعلق بالام ديالو، ولكن فاش كانت كتمشي ما كان كيدير حتى ردة فعل، ولكن فاش كانت كتمشي كان كيشد اللعبه ديالو كيبقى يلوحها بعيد وكيرجعها عنده، كيردد واحد الصوت اللي كدير الام ديالو فاش كتكون باغا تمشي. فرويد غيستنتج بلي ان الطفل فاش كتمشي الام ديالو كيحاول يعيش نفس لاسين باش يخفف الاثر ديال الذهاب ديال الام ديالو. علم النفس المعرفي كيبين بلي ان الطفل في الطفوله ديالو كيبني واحد المخططات اساسيه انطلاقا من المحيط ديالو، العائله، الطريقه اللي كيتعامل الاب ديالو مع الام ديالو، الطريقه اللي كتعامل الام ديالو مع الاب ديالو. كيبني واحد المخططات وواحد المواقف. هاد المواقف هذه هي اللي كتحكم السلوكيات ديالو فاش كيكبر بطبيعه الحال في مواجهه ديال اي شخص في حياته. مثلا العائله اللي ما كتحترمش المراه، طبيعه الحال الطفل غادي يبني واحد المواقف سلبيه حول المراه، واحد المواقف اللي كيحس ان الشخص الاخر قل منه درجه، وبالتالي فاش غادي يتلاقى مع النساء في حياته غادي تحس بانه ما كيحترمهمش. وهادشي اللي كيأكدو ميشيل ليفي في المقال ديالو The Reenactment، واللي كيبين فيه على ان الانسان كيبني واحد المخططات عاطفيه ومعرفيه وسلوكيه في الطفوله ديالو، وهي اللي كتحكم السلوكيات ديالو فاش كيكبر. مثلا البنت اللي عاشت في محيط اللي كيكون كيعنف المراه، فاش كتكبر في العلاقات ديالها كتقبل العنف باعتبارها ان ديك الحاجه عاديه انها توقع، ولا ديك السلوك عادي باش انه يقدر يكون، وهذا الشيء اللي كيخليها كتقبل العنف.